قارة أنتاركتيكا قارة كاملة معزولة عن البشر، مفيش دولة مسموح لها إن هي تمتلكها، وممنوع أي تنقيب حر فيها. طيب السؤال هنا، هل هي فعلا مجرد صحراء جليدية فاضية، ولا في حاجة اتخبت تحت الجليد ده؟ من فترة أقمار صناعية رصدت جبل ليه 4 أوجه شبه مثلثية. التفسير الرسمي قال ان هم عوامل طبيعيه، بس لما تحط صورته جنب اهرامات الجيزه هتشوف ان في تشابه يقدر ان هو يخوفك. نفس الزوايا، نفس التناسق، كأن اللي صمم ده هو نفس العقل اللي صمم ده. ودي مش اول مره. الاقمار الصناعيه كمان رصدت بوابه صخريه غريبه قريبه من الساحل، وحولها انخفاضات عميقة جدا، وبصورة أقرب ظهر كهف واسع بسلالم منتظمة. والغريب مفيش ظاهرة طبيعية يعني تقدر تعمل سلالم بالدقة دي. العلم بيقول إن من حوالي 100 مليون سنة أنتاركتيكا كانت قارة دافئة، يعني حرارتها بين 13 و 20 درجة مئوية، وكان فيها نباتات وغابات، وده اتثبت لما لقوا أوراق شجر متحجرة، يعني شبه النباتات اللي بتعيش في بيئات معتدلة. بعض الفرق البحثية قالت إن هي لقت آثار حجرية غير مفسرة، لكن التقارير اتسحبت بسرعة. من ساعتها الأسئلة زادت أكتر عن الإجابات. فهل ممكن تكون مش بس قارة جليدية، لكن شاهد صامت على حضارة دارت قبل ما التاريخ حتى يبتدي؟